دايما واحنا في المحاضرات والدروس بنبقى قاعدين منتبهين للشرح ومركزين مع الدكتور، وإذا فجأة مع مرور الوقت بتقول لنفسك يا ريتني حضرت المحاضرة وفضلت نايم في السرير أفضل. الموضوع بكل بساطة انت مش بتحس بالنوم بسبب انك ما نمتش عدد كافي من الساعات وكنت سهران طول اليوم، بدليل انك كنت قبلها في ساحة الكلية مع صحابك بيضحكوا وتهزروا، وبمجرد ما دخلت المحاضرة شوية وحسيت بالنوم. ايه الفرق كده بين الحالتين؟ القصة بسيطة جدا. انت لما كنت مع زمايلك بيبقى في تفاعل وحضور وانتباه، ولما دخلت المحاضرة الملل بدأ يغزو المكان. وعادي جدا لما يكون الشرح شغال وتقول قلشة أو نكتة انت وصاحبك تفكوا شوية عشان تقدروا تكملوا وتركزوا، لكن ملوش لزوم انك تعلي صوتك. لا، يا دوب كده حاجة تغير المود مش أكتر. وما تنساش إن العقل اللي بيستوعب 30 دقيقة فقط من الشرح والمحاضرة، والمحاضرة بتبقى 3 ساعات، وفي دكاترة بتواصل، فلازم ولا بد إنك تغير وتفصل جزئيا وترجع تكمل تاني. وسبب تاني إنك بتحضر المحاضرة لوحدك ومفيش حد معاك، فبالتالي تحس بملل، والوهلة صغيرة تحس بتوهان وكل حاجة ضاعت منك ومبقتش فاهم إيه اللي بيتشرح. قاعد بقى تلعب بالتليفون بالقلم، بتشخبط، تنام، تقوم، تقعد، تعمل أي حاجة إلى آخره يعني. المهم إنك مش هتركز بأي طريقة. الحل إنك تحضر مع زمايلك أو زميل واحد على الأقل عشان تعينوا بعض. والحل برضو لازم تنام وترتاح كويس من 6 ل 8 ساعات بالليل عشان الساعة البيولوجية وجسمك يتعافى من أي حاجة تانية. ولينا حلقة تانية والموضوع لسه مخلص. سلام.